مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نصاوبوا مع بعضياتنا الوصفة السريعة ديال أسرع حلوى تركية غادي تجربوها. كتجي كتشبه البسبوسة. انا بالنسبة لي هاد الوصفة هذه كنعتمدها في الدقيقة 90 الا كانوا غادي يجيو عندي الضياف وما عندي ما نقدم لهم. اجيو نشوفوا المقادير. غادي نحتاجوا ياغورت طبيعي اولا كاس من القشدة الطرية. غادي نحتاجوا كذلك 80 مليلتر ديال زيت المائدة، شويه ديال القشور الحامض، 500 غرام ديال الدقيق الابيض، بيضتين وخميره الحلويات. هنا كما كتشوفوا انا خميره الحلويات ديالي استعملت ايديا اللي كتكون 8 غرام. تقدروا نتوما تستعملوا 7 غرام الى عندكم. وغادي نحتاجوا كذلك كاس ديال السكر ثقيل ولا سكر الكلاصي كيف ما كنسميوه. تقدروا تعوضوه بالسنيده الا ما عندكمش. غادي نبداو باول حاجه واللي هي غادي نحضروا السيرو اللي غادي نسقيو به الحلوى ديالنا. انا هنا درت فيه شويه ديال العسل باش يجيني القوام ديالو كسيرو. نتوما تقدروا تعوضوا العسل بالسكر الا بغيتو. غادي نديرو معاه كذلك عصير نصف حامضه، غنعصروها مزيان كلها فوق منه، غنديروه فوق العافيه يغلي وغنخليوه جانبا حتى يبرد. وغندوزو باش نخلطوا العناصر ديال الحلوى ديالنا. غادي نبداو باول حاجه اللي هي 500 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي نغربلوه مزيان وغادي نزيدو نغربلو معاه كذلك الكيس ديال الخميره ديالنا. انا كيعجبني نغربلها، هي كتكون نقيه ولكن انا غير باش كنتاكد. وغادي نغربلو كذلك السكر ثقيل ديالنا. الا كانت عندكم سنيده ما تحتاجوش تغربلوها، تقدروا ديروها نيشان. غادي نحاولوا اننا نغربلو مزيان كلشي. كما كتشوفوا السكر ثقيل كيكونوا فيه كريات، فهادي علاش كنبغي نغربلو. وغادي نخلطوا كلشي العناصر النواشف ديالنا، غنخلطوهم مزيان. وغندوزو باش نديروا المقادير الاخرى في زلافه صغيره ولا اي بول عندكم تقدروا تحتاجوه. غادي نديروا 2 ديال البيضات ديالنا، وغادي نزيدوا عليهم القشده الطريه اللي قلت لكم تقدروا تعوضوها بكاس ديال الياغورت طبيعي اولا د الفانيلا، وشويه ديال الزيت اللي هي 80 مليلتر ديال زيت المائده. وغنزيدوا عليه كذلك القشور ديال الحامض. غنحاولوا اننا نخلطوه. هنايا انا استعملت الطراب اليدوي لان ما تحتاجوش اي طراب اخر، بالطراب اليدوي كافي. انا نخلطوا العناصر جيدا حتى تبان لنا تجانسات مع بعضياتها. كيف ما كتعرفوا الزيت ما كيتجانسش دغيا، فكنعطيوه واحد التحريكه مزيانه حتى كيبان لنا كلشي تجانس. وكنزيدوه على النواشف ديالنا. كنبداو نخلطوه. هنا ملي كنبداو نخلطوا النواشف مع المكونات الاخرى غادي نبداو نشوفوا بلي العجينه ديالنا بدات كتقال. فغادي نحيدوا الطراب اليدوي وغادي نكملوا بيدينا. ما تخافوش من العجينه هنايا، حيت ملي كتخلط كلها الزيت كيعاون ان العجينه ما تنسقلناش في اليد كما كتشوفوا. فغادي نحاولوا اننا نخلطوه مزيان. ما غاديش نحتاجوا اننا ندلكوها ولا نعطيوها جهد بزاف. المهم كنتاكدوا بانها تخلطات. وغادي ندوزو اننا غادي نصاوبوا منها واحد الشكل اللي هو هكا اللي غادي يسهل علينا اننا نقسموه، حيت العجينه بزاف. فانا هنايا قررت انني غادي نقسمو على 2 وغنخدم بكل نصف بوحدو. النصف الاول والنصف الثاني بنفس الطريقه. انا غنوريكم النصف الاول كيفاش غادي نخدم به. هنا كنحاول انني نصاوب منه شكل باين متساوي من الجوانب بجوج باش نهار نقطع يجيوني القطع كلهم قد قد. كندير قياس 2 ديال الصباع ولا صبع، مهم على حساب. كنحاول انني نخلي القياسات كلهم قد بعضياتهم كما كتشوفوا. فكناخذ الطرف وكنبقى نقيس به على الشكالات الاخرين. كنستمروا بنفس الطريقه مع العجينه كلها. وهنا في التشكيل ديالو كما كتشوفوا ساهل انك تتحكم فيه. العجينه كتبدا تطلق الزيت ديالها فما غاديش تلقاو فيها مشكل. المهم اننا نشكلوه على شكل اوراق شجر كيف ما كتشوفوا. نتوما تقدروا تشكلوه باي شكل بغيتو، مي انا هذا الشكل هذا كيعجبني حتى ملي كينتفخ كيعطي شكل زوين. وفي التقديم كيعجبني نقدمه بهذيك الطريقه اللي وريتكم. المهم كل واحد يقدر يشكله بالطريقه اللي بغا. الاهم من هذا الشيء كله هو ان الحلوى كتجي لذيذه والشكل ديالها كيجي زوين. غادي نستمروا بنفس الطريقه. هنا كما كتشوفوا ملي كنستفوهم في الطاوه كنحاولوا نخلي لهم ليسباس كافي، المكان الكافي فين يتنفخوا، حيت الحلوى ديالنا غادي تتنفخ. كما كتشوفوا هنا كندير لهم شريطه في النص باش تزيد لنا الشكل. وفي التزيين كنحتاج انا هذيك الشريطه هذيك هي اللي كندير فيها المكسرات ديالي. غادي نسخنوا بطبيعه الحال الفران ديالنا على درجه 180 درجه. وغادي نخليو الحلوى ديالنا في الفران تقريبا واحد 15 دقيقه.
نشوفوها غير نشوفوها بدات كتحمر غادي نخرجوها، ما نخليوهاش بزاف حيت هي اللذه ديالها في انها كتجي ماشي محمره بزاف. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا انا فرقتها في ديبول فين غنقدر نسقيها حيت الصينيه ديالي كانت ماشي غارقه، وهنا كنفرق عليها هذاك السيرو اللي درت. هنا واخا تشوفوا انا سيرو زايد ولا تشوفوني انا كنخوي بزاف، فرا الحلوه ديالنا كتشرب داكشي كامل وكتزيد تنفخ وكيزيد الشكل ديالها يزيان. فغير عطيوها وقتها وسقيوها، شحال ما عطيتوها ديال السيرو شحال ما غادي تشربوا. غنغطيوها ونخليوها حتى تشرب داكشي على خاطرها. طبعا قبل ما كنسقيوها كنخليوها تبرد شي شويه، ما تكونش بارده كلها، غير تطلق داك السخونيه ديالها ونديروا فوق منها السيرو ونغطيوها باش كتشرب لنا كلشي. هنا كما كتشوفوا من بعد ما شربت كلشي شوفوا كيفاش تنفخات، ما كتشرب كلشي، ما كيبقاش الحس ديال السيرو. انا قلت لكم قد ما تحطوا لها ديال السيرو قد ما غادي تشربوا، فما تخافوش، غير سقيوها مزيان، قد ما سقيتوها قد ما كتجي لذيذه اكثر. فكيف ما كتعرفوا السيرو كيكون لذيذ، خصوصا ان فيه عصير الحامض كيجي زوين. في التقديم انا كنستفها هكذا. تقدروا تدهنوا هذيك الشريطه اللي قلت لكم كديروا الوسط بشويه ديال العسل ولا الكونفيتور باش تحطوا عليها هكا المكسرات. وبالنسبه للمكسرات تقدروا تستعملوا البيستاش ولا اللوز كيف ما استعملت انا. الشكل كيجي زوين، دغيا دغيا سهله لذيذه، ما تحتاجوش انكم ديروا فيها بزاف ديال المجهود. كنتمنى انكم تجربوها وانها تنال الاعجاب ديالكم. انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. طريقه اخرى ديال التقديم هي هذه كيف ما كتشوفوا، حيت الشكل الورقي اللي اختارينا كيساعدنا اننا نقدموه باي طريقه، واي طريقه اختارينا كتجي بسيطه وزوينه. هنا كما كتشوفوا الحلوه ديالنا كيف ما قلت لكم كتجي هشيشه بزاف، قد ما سقيتوها قد ما كتجي لذيذه وهشيشه. غادي نقول لكم تهلاو ليا فراسكم ونشوفكم ان شاء الله في الوصفه الجايه. بسلام عليكم.